السلام عليكم. اللهم صل وسلم على محمد. الله ينصر أهل غزة ويرحم الشهداء، ما لهم إلا الدعاء. الله يصبرهم ويشفي المرضى والجرحى منهم. يا عزيز يا جبار، بيدك كل شيء، الهدم والإعمار، فيا جبار انصرهم على من عاداهم. لنبدأ. نادي الشباب شيخ الأندية يواجه العالمي على أرضية نادي الشباب أو ملعب نادي الشباب اللي افتتح قريبا بقيادة الرمز خالد البلطان. سوف يعود في المشهد أو للمشهد الرياضي على خفيف. لقاء النصر لقاء صعب، ولكن بإذن الله انتصار سهل. الدنيا مجنون وبقية النجوم. الشباب شيخ الأندية ما عليه، اسمح لي. أتمنى نصف النهائي أو النهائي في كأس الملك بين العالمي والزعيم، أو الاتحاد والزعيم، أو الاتحاد والعالمي. شيء مثير يعني. فما عين وعاون التعاون، ما عين وعاون التعاون مهما كان. أتمنى فوز الزعيم اللين. أبي أواجه الزعيم على شيء يسوى، أو بطولة كذا تحس يقول لك رسمية 100%. كأس الملك رسمي، انتصر وخذ كأس الملك نفس ما خذيت العربية مدري الودية مدري يقولون. قال ودية الوزير جحدنا، شو نسوي؟ المسحل يقول لك مع رفقاء في الرياضة حاجز 1-2 في 1. ما علينا، من رحت أنا، بس هذا اللي صاير. نشوف الأهلي صاح المجنون، خربت المربع الذهبي بين الأصدقاء في صندوق الاستثمار. طلع صاح أبها، ما عاد لا مطرح الأهلي. ولتي مع الفيصلي لقاء صعب بعد. الفيصلي حقق أتوقع بعد كأس الملك، الفيصلي والتعاون هذولا من حقق صح. الأندية هذه حققت وحنا باقي ما حققنا شيء من سنين عجاف. بلا لجان بلا أعذار، خلاص فكونا، ما يصح إلا الصحيح. بس النتيجة النهائية كم؟ انتهينا. سبهان راحت عليه. وألف مبروك ال3 نقاط للعميد في البطولة الآسيوية المستحقة 100%. وراحت عليه الإيراني سبهان الوجعان. وين التمثال حق سليمان؟ خليه يدفع في الحال غرامة مالية والعب خارج أرضك. خل خرابيطك تنفعك يا سبهان. يستاهل العميد. وكان الخطاب أخف من العقاب. خطاب الاتحاد السعودي وخطاب العميد بعد اللي صار في إيران كان لكن القرار والعقوبة ما كنت أتوقعها والله. يستاهل العميد. وراك رجال.